صدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف نادي مولودية الجزائر بقرار جديد قد يكون سببا في التأثير على معنويات اللاعبين وبالتالي عدم تأهلهم لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك ولايك للفيديو وتابعونا ليصلكم كل جديد. في الوقت الذي يأمل فيه أنصار مولودية الجزائر وكل الجزائريين بتأهل العميد كثالث ناد جزائري في المنافسات الإفريقية بعد اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة، قررت لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مفاجأة غير متوقعة تعيين طاقم تحكيم غير مصنف لإدارة اللقاء الحاسم بين مولودية الجزائر ويونغ أفريكانز، والذي على ضوء نتيجته تتحدد البطاقة الثانية للتأهل رفقة الهلال السوداني. واختارت اللجنة طاقم تحكيم من موريشيوس بقيادة الحكم باتريس ميلازار، حيث تعد هذه المباراة الثانية التي يخوضها الطاقم التحكيمي ذاته للمولودية بعدما كان قد أدار لقاءها ضد مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى. وشهدت هذه المباراة أخطاء تحكيمية مؤثرة، حيث انتقد بشدة وقتها باتريس بومال حكم الساحة ميلازار، وقال بومال هذا الحكم حرم فريق المولودية من ركلة جزاء صحيحة ما كان سيغير مجرى المباراة أو نتيجتها النهائية التي آلت إلى التعادل السلبي. ما رأيكم في ذلك؟ هل تتوقعون تأهل المولودية أيضا بعد اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا متابعتنا ليصلكم كل جديد.